السلام عليكم جماعة صالون الحرية، راني مسلم عليكم كاملين، ومن خلالكم نشكر الأستاذ محمد نعمة عمر لاستمراره في هذه المجموعة الهامة، هذا الصالون الهام، وإدارته للنخب فيه الاستمرار باهتمام بقضايا الوطن ونقاشها. السؤال الأول مطروح هو: لماذا اخترت هذا العنوان؟ من أين تبدأ محاربة الفساد في موريتانيا؟ ويعود ذلك إلى سببين. السبب الأول أن الكثير اليوم في موريتانيا، بل الأغلبية، تتحدث عن محاربة الفساد، لكن تلك الأغلبية يبدو أنها لا تعي صعوبة ومخاطر وحجم الفساد، وهي تنقسم في مجموعها إلى 3 جماعات: جماعة صادقة وقليلة ومهتمة بمحاربة الفساد، لكن لقلة التجربة وقلة الاطلاع على تجارب الآخرين، ليست لهم اطلاع كامل، وبالتالي لا تعي كل حدود الموضوع ومخاطر. مجموعة تساير، وما مسايرة منها لشعار حرب على الفساد. والمجموعة الثالثة ربما للتغطية، وخاصة في أوساط السلطة، وقد شاهدنا ذلك خلال ما صار يعرف بالعشرية السوداء، لأن السلطة كانت ترفع شعار محاربة الفساد، والوزراء يسيرون في مسيرات لمحاربة الفساد وهم يمارسون الفساد في مكاتبهم ليل نهار. إصلاح، وبالتالي هذا هنا ينبغي التحري والتساؤل عن من أين نبدأ الحرب أو مواجهة الفساد. السبب الثاني لهذا السؤال، من أين نبدأ الحرب على الفساد، هو أن للقضاء على الفساد والحرب الشاملة على الفساد تتطلب 3 شروط، لا أعتقد أننا في موريتانيا حاليا جاهزين لها. الشرط الأول هو وجود إرادة صارمة، أي السلطة تمتلك عزيمة عمر بن الخطاب وعدالته، وعدالة عمر بن عبد العزيز، وصرامة بول كاغامي الذي شعاره منذ وصوله للسلطة صفر التسامح مع الفساد. إذن الشرط الأول لما نتأكد بعد من وجوده رقم رفع هذا الشعار من طرف الكل في السلطة. الشرط الثاني أن الحرب على الفساد تحتاج إصلاح للتعليم، لأن مشاكل الدول تبدأ بالتعليم وتنتهي بالتعليم، كما أجمع على ذلك خبراء التنمية في العالم، وكما قال بذلك رئيس سنغافورة السابق الذي هو قائد نهضتها. والشرط الثالث هو إصلاح مجتمعي شامل، وقد لا يكون البعض يعرف أن المجتمعات تمرض كما الأفراد، وأن مجتمعنا الحالي في وضعه الحالي مجتمعا مريضا، وما أزمة الفساد الشاملة والمعممة إلا إحدى تجليات ذلك المرض. ومن هنا نفهم أن الحرب على الفساد التي نتحدث عنها ينبغي أن نبحث لها عن مداخل مناسبة متدرجة لكي يمكن أن نواجهه. وبالتالي كلما اهتدينا إلى مدخل مناسب ويشكل أولوية في الحرب على الفساد، فإن ذلك قد يكون من سبل النجاح في محاربة الفساد أو التخفيف منه أو إيقاف بعض جوانبه. وسأختار للحديث عن من أين نبدأ الحرب على الفساد 3 مداخل. المدخل الأول يتعلق بتسهيل الموارد البشرية، والمدخل الثاني يتعلق باستقلال القضاء ونزاهة القضاء، والمدخل الثالث يتعلق بتفعيل أجهزة الرقابة في الدولة، والمدخل الرابع يتعلق بالشفافية في مجال ضمان الشفافية في مجال الصفقات العمومية، والمدخل الخامس إنفاذ القانون وإيقاف الفوضى في موريتانيا. أبدأ بالمدخل الأول، وهو الإصلاح والتسيير العقلاني والمعقل للموارد البشرية. فالتنمية وسيلتها وغايتها هو البشر، فكلما كان البشر في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح ويمتلك الأدوات يكون وضع الدولة بخير. وكلما اختل تسهيل الموارد البشرية، وأكثر شيء دمر الدول هو وضع الإنسان في مكان لا يناسبه ولا يناسب اختصاصه
ولا يمتلك الأهلية له. وبالتالي إذا أردنا بداية الإصلاح في موريتانيا ومحاربة الفساد، لا بد أن نبدأ بإصلاح تسييل الموارد البشرية في موريتانيا. وأول شيء في إصلاح الموارد البشرية هو القيام بتشخيص شامل لوضع الموارد البشرية حاليا في الإدارة العمومية الموريتانية، الذي قال الوزير الأول في خطابه في عرض سياسة الحكومة أمام البرلمان أنه في حدود 50,000، فتشخيص وضعياتهم من أجل إعادة توصيف الوظيفي لكل منصب إداري، وبالتالي إسناده وفقا لذلك التوصيف الوظيفي، وبالتالي تخليص الإدارة حاليا من كل العوالق وكل الذين لا يمتلكون لا مؤهلات علمية ولا خبرة ولا كفاءة التسيير. العامل الثاني هو اعتماد المبدأ الكفاءة والنزاهة. وطبعا المبدأ الكفاءة والنزاهة لا بد أن تكون لها معايير، مثل الخبرة وأهلية النزاهة في الممارسة السابقة وامتلاك مؤهلات يمكن أن توصف بأنها تؤهل صاحبها الكفاءة. ثالثا تحسين أوضاع المصادر البشرية، فالذي يعطي مرتبا لموظف لا يكفيه هو قد شجعه على خيانة أمانته، وبالتالي لم يجعله في وضعية تسمح له بالعمل. وبالتالي إذا أردنا أن نجعل إدارتنا في الحد الأدنى من الكفاءة ومحاربة الفساد، علينا أن نجعل الموظفين الدولة في أوضاع مالية مريحة لكي لا يضطرون لخيانة أمانتهم. خامسا تأهيل المصادر البشرية عبر التكوين المستمر، نتيجة للتطور التكنولوجي والتطور العلمي، فلا بد من مواكبة علمية مستمرة للمصادر البشرية في الإدارة عبر تكوين أن يكون كل موظف على أقل تقدير في السنة يخضع ل3 دورات في مجال اختصاصه. 6 فصل الوظائف السياسية عن الوظائف الإدارية والفنية. من أكثر ما عانت منه الإدارة خلال العقود الماضية أن السلطات لا تفصل بين الوظائف السياسية والوظائف الإدارية والفنية. فالوظائف السياسية قليلة ومحدودة، غالبا وزراء، سفراء، وحتى إذا تم تعيين فيهم بعض الأشخاص غير مؤهلين كثيرا، ذلك لا يضر كثيرا الدولة، قد يكون تأثيره محدود. أما الإدارة، الوظائف الإدارية والفنية فينبغي اعتماد فيهم الكفاءة والقوي الأمين، لأن هم الذين تتحرك بهم الإدارة. فإدارة لا تعتمد على موارد كفء فهي إدارة معطلة. 7 تطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة. من أهم تعاريف الدولة هو أنها تحتكر الإكراه، أنها كيان يحتكر الإكراه، وبالتالي ما لم تكن هناك مكافأة وعقوبة فإن ذلك يجعل الكل وكأنه في وضعية متساوية. فمن أحسن وكان وأنجز فينبغي أن يجازى ويكافئ، ومن أساء ينبغي أن يتم معاقبته. في المجمل عموما المصادر البشرية اليوم في الإدارة الموريتانية إذا عاجزة ومشلولة، لأن هاي الموارد البشرية أغلبها لا يحمل مؤهلات علمية ولا يتمتع بمؤهلات تجعله قادر على تسيير الجهاز الإداري. فهي كما أشرت في مرات سابقة أنها مقسمة. الأشخاص الذين يشتغلون بالإدارة الموريتانية حاليا يمكن تقسيمهم إلى 3 أنواع: أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات جاءت بهم الوساطة والمحسوبية، أشخاص زوروا شهادات ودخلوا خلسة إلى الإدارة العمومية وتحميهم المحسوبية، الوساطة والمحسوبية. ونوع ثالث يحمل مؤهلات لكن أغلبيته محطوط في أماكن لا علاقة لها باختصاصه، وهذا يجعل عندنا إدارة مشلولة ومعاقة. وبالتالي من يريد حاليا التحرك بهذه الإدارة فكأنه أو ينهض بموريتانيا من خلال الإدارة الموجودة حاليا وكأنه من يريد أن يقود سيارة إلى صحاري ولا هي لا تمتلك عجلات. المدخل الثاني من مداخل محاربة الفساد هو إصلاح العدالة. فالعدالة هي التي تضمن النزاهة، وهي التي تضمن العدالة بين كافة أفراد المجتمع. باستقلاليتها وكفاءتها نحصل على دولة فيها النزاهة والعدالة.
وحاليا عندنا قضاء أو جهاز قضائي أو عدالة تعاني من ضعف وفقر في الموارد البشرية، وضعف في تكوين هذه الموارد البشرية، وتداخل وعدم صلاحية بعض القوانين وأقدمية تقادمها، وبنية تحتية ضعيفة. إذا أردنا محاربة الفساد وإصلاح أوضاع البلد وجذب الاستثمارات الأجنبية وجعل البلد في وضعية تجعله ينافس في مجالات جذب الاستثمار والنهوض بمختلف القطاعات وضمان العدالة، لابد أن نصلح إصلاح شامل وجذري للعدالة في موريتانيا عبر تحديث القوانين وملائمتها للعصر، تطوير أوضاع المصادر البشرية بتكوين القضاة وأعوان القضاء بصفة عامة، والتكوين المستمر بتكوينهم تكوين مستمر، تحسين أوضاع أعوان القضاء ماديا ومعنويا، ضمان استقلالية وهبية القصيد القضاء، لأن القضاء الذي يخضع للدولة، وذلك لن يتم إلا بإعادة هيكلة القضاء الحالي وفصل القضاء العادي عن القضاء الإداري، واستقلالية القضاء استقلالية شاملة، أي أن يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رئيس المحكمة العليا أو شخص ينتخب لدورة بدل رئاسته من طرف الرئيس، وتحكم وزير العدل في كثير من مفاصل تسيير القضاء، تحسين البنية التحتية وتحسين ظروف العمل بصفة عامة. فالمرافق القضائية حاليا للأسف العميق أوضاعها صعبة، كثير من المحاكم تؤجر مكاتبها، وحتى قصور العدالة التي تمتلك الدولة فوضعيتهم في أغلبيتهم وضعية مزرية. وبالتالي من الأولويات لمحاربة الفساد إصلاح العدالة إصلاحا شاملا وتأهيلها قانونيا وبشريا وماديا وفي بنيتها التحتية. المدخل الثالث لمكافحة الفساد أو مواجهة الفساد هو تفعيل أجهزة الرقابة. وموريتانيا اليوم تمتلك الكثير من أجهزة الرقابة، بداية بمحكمة الحسابات، مرورا بمفتشية الدولة والأجهزة المفوضية الجرائم الاقتصادية ومفتشية العامة للوزارة المالية ومفتشيات في كافة القطاعات، وتمتلك مدونة قانونية مقبولة عموما. لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية هي عدم تفعيل هذه الأجهزة. فالأجهزة الرقابية حاليا غير مفعلة، وإذا أصدرت تقارير في الغالب لا يتم العمل بمقتضياتها. فهذه الأجهزة تحتاج جملة من الأمور، ولها تفعيل هياكلها بصفة عامة، إعادة هيكلة محكمة الحسابات، إعادة هيكلة المفتشية العامة للدولة، إعادة هيكلة الشرطة القضائية المفوضية القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية، إعادة هيكلة المفتشية العامة المالية ومفتشيات الوزارات، تزويد هذه الهياكل بالموارد البشرية المؤهلة على اختيارات موضوعية، وتحسين أوضاعهم ماديا وتمكينهم بقوانين محدثة، وجعل محكمة الحسابات قادرة، هيئة قضائية قادرة على الدعوى مباشرة، تحريك الدعوى مباشرة، ولا تحتاج أن تحركها النيابة العامة، أو تكون هناك آلية مشتركة بين هذه الأجهزة يمكن أن تشكل بها محاكم فعالة من محكمة الحسابات مع المحكمة العليا مع المحكمة المتخصصة في مكافحة الفساد. إذن تكون، وهذه بعض التجارب ناجحة في بعض الدول، أن تكون عندها آليات قضائية سريعة لمعاقبة أي اختلالات، وبالتالي تكون هذه الأجهزة تمتلك الاستقلالية الكافية للقيام ببرامجها السنوية، وتكون كذلك هناك آليات واضحة في العمل بتقاريرها، وأن تكون هذه التقارير تصدر دوريا بشكل فصلي في السنة مرتين أو ثلاثة. المفتشية مثلا ومحكمة الحسابات كل سنة أو كل 6 أشهر تصدر هذا، وتكون هناك قاعدة بيانات شفافة يمكن للجميع أن يطلع عليها من المهتمين بمحاربة الفساد.
المدخل الثالث لمكافحة الفساد أو مواجهة الفساد هو تفعيل أجهزة الرقابة، وموريتانيا اليوم تمتلك المدخل الرابع في مكافحة الفساد أو الحد عفوا منه هو ضمان شفافية الصفقات العمومية. في كل دولة هناك ما يسمى الفساد الصغير، وهو ما تقوم به الأجهزة الإدارية عبر الصفقات الصغيرة أو رشاوي، لكن الفساد الكبير يتم من خلال الصفقات العمومية التي فيها مئات الملايين أو مليارات. وبالتالي ما لم تكن هناك مساءلة وشفافية في الصفقات العمومية فإن الدولة ستكون معرضة للفساد، وهذا ما هو حاصل. فالمطلوب الآن هو جعل بناء إعادة هيكلة لجان الصفقات العمومية وبنيتها الإدارية والمؤسسية بصفة عامة لتواكب ما هو موجود في الدول التي فيها شفافية كبيرة، وبالتالي جعل لجان الصفقات عندها القدرة على القيام بعملها، أي تجهيزها بالموارد البشرية وبالموارد المالية وإعطائها الاستقلالية وقدرة على إنجاز عملها في الوقت، وتسليحها بقوانين محددة الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال شفافية الصفقات العمومية التي في الدول الأخرى، واستخدام التكنولوجيات الرقمية ورقمنة قاعدة البيانات التي تشتغل بها لكي تكون متاحة على مدار العام. كل الصفقات العمومية تكون بياناتها على مواقع لدى هذه اللجان منشورة بمضامين الصفقات وبتمويلاتها وبآجالها، لكي يتمكن كل من له اهتمام بمحاربة الفساد كالصحفيين أو المجتمع المدني قادر على متابعة وكشف ومساعدة لهيئة الرقابة في كشف الاختلالات التي تعاني منها الصفقات العمومية. المدخل الخامس في مكافحة الفساد هو إنفاذ القانون وإيقاف الفوضى. فموريتانيا اليوم تشهد فوضى لا مثيل لها، فوضى في كل شيء، فوضى في الشوارع في حركة المرور، فوضى في التعدي على الأراضي، فوضى في التعدي على الغابات على الأشجار، فوضى في التعدي على أملاك الدولة، فوضى في التعدي على أراضي الدولة، التعدي على كل شيء. فمن يتأمل الشارع الموريتاني اليوم أوضاع مدن الموريتانية يلاحظ بأنها مدن منكوبة لحجم الفوضى، من هياكل السيارات المنتشرة في الشوارع. مدينة نواكشوط على سبيل المثال وهي واجهة البلد العاصمة أغلبية شوارعها مغطاة في كثير من الحالات بهياكل السيارات وبقايا أجهزة الثلاجات، وهي بالمناسبة خطيرة في مكوناتها، تحمل مواد سامة تؤثر على الصحة، من حيوانات سائبة في الشوارع، وما المستنقعات اليوم والقمم المنتشرة هنا وهناك، والفوضى في المكاتب وأمام المستشفيات والمساجد لا مظهر لهذه الفوضى. ولن تتم لن يكون ممكن إيقاف هذه الفوضى العارمة والتي يدخل فيها الأجانب عندما يصلون إلى البلد يصبحون جزءا منها إلا بإنفاذ القانون، بتطبيق القانون وإنفاذه بصرامة، وتعبئة الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون أن تنفذه وترتب عليه العقوبات اللازمة. فبلدنا يعيش فوضى كما قلت في كل شيء، وما لم يتم إنفاذ القانون بدون تمييز وبعدالة وتكون الأجهزة التي معنية بإنفاذ القانون قادرة ومجهزة ومكونة على إنفاذ القانون، فإن بلدنا للأسف العميق يعاني من كثير من الفوضى، بل تجاوز كل حدود الفوضى. كما تعرفون أو يعرف البعض منكم أن محاربة الفساد موضوع شامل تحتاج محاربته كل جوانب الحياة، إصلاح كل جوانب الحياة في موريتانيا. لكن اعتبرت هذه المداخل الخمسة التي ذكرت هي الأساسية والأولوية التي ينبغي أن نبدأ بها بشكل متدرج لكي نواجه حجم الفساد المنتشر. ولكي لا أطيل عليكم، في الخلاصة أقول بأن بلدنا موريتانيا يمتلك كثير من المقدرات، ويعيش فيه شعب من أفقر شعوب الأرض رغم قلته. فموريتانيا سكان موريتانيا حاليا لا يتجاوزون 5 ملايين، لكن للأسف العميق سبب هذا الفقر هو فقر
نخب موريتانيا الفقر في الوطنية، والفقر في الرؤية، والفقر في الإرادة، والفقر في النزاهة والكفاءة. وهذا الفقر هو الذي يجعلنا في هذه الحالة المزرية التي لا يرضيها صديق ولا تفرح عدو.